انت عارف انت ليه فرحان في محمد صلاح وشمتان قوي كده؟ الفيديو ده للناس اللي بتحس الاحساس ده، لكن لو انت مش كده طبعا ما تتفرجش الا لو عايز تفهم الناس دي بتفكر ازاي. سمعت عن حاجه اسمها شودن فرويدا؟ دي كلمه الماني معناها شماته النجاح. اكتشفوا ان في حاجه في المخ البشري بتخلي جزء مننا يفرح لما الانسان الناجح قوي يقع ويخسر. طبعا نسب ونسب عند الناس، مش كل الناس كده. بداية الخليقة والبني آدم بيتقارن، مين أغنى، مين أحلى، مين أجمل، مين عنده فلوس أكتر، مين ربنا راضي عنه أكتر. وعلم النفس بيسمي ده المقارنة الاجتماعية. في عالم اسمه ليو اللي اكتشف الفكرة دي سنة 54. قال لك إن الإنسان بيقارن نفسه باللي حواليه طبيعي جدا، لكن لما بتكون المقارنة ضد إنسان ناجح جدا بيبدأ يحس بنقص. ده أول مدخل للشعور بالحسد. يعني لما تشوف محمد صلاح بيتمرن في ليفربول وبياخد ملايين وبيطلع اعلانات وبيتكلم عنه العالم كله، العقل البشري بشكل لا ارادي بيقول لك ليه هو؟ ليه مش انا؟ العلماء بقى بيقولوا ان الحسد نوعين: حسد بناء وده بيخليك تقول يا سلام نفسي اكون زيه، فده يحفزك انك تطور من نفسك. وفي بقى الحسد الخبيث، وده بقى اللي بيخليك تقول مش مهم ابقى زيه، المهم هو يقع عشان انا ارتاح. وفي بحث منشور العلماء اكتشفوا فيه ان الحسد الخبيث ده مرتبط بالثلاث صفات سودا شويه: النرجسيه والساديه والميكافيليه. كلام معقد شويه، بس هو ببساطه معناه ان الناس اللي بتحب تتحكم او تتلذذ بألم غيرها هم اكتر ناس بتحس بالشماته. ليه الشماته اصلا بتفرح الناس دي؟ العلماء برضو درسوا الموضوع ده والظاهره دي، ان الفشل بيحسس الناس دي ان هم مش وحشين قوي. يعني ما هو محمد صلاح اهو بيقع ومش مش اجمد واحد، يعني اسمه في الأبحاث تهديد التقييم الذاتي. يعني طول ما صلاح ناجح انت حاسس انك صغير وفاشل او مش في مستواه، لكن لما يغلط ويخسر فجأة بتحس انك رجعت طبيعي تاني. كأن المخ كده بيقولك ها شايف، حتى صلاح بيغلط اهو، يعني انا مش قليل. في دراسة بقى سنة 2011 اتنشرت وقالوا ان هم لقوا ان الناس بتحس بارتياح جدا لما الشخص اللي بيهدد صورتهم الذاتية يتعرض لموقف محرج او يقع. ده بيخلق احساس بالعدالة النفسية، اللي هو ايوه كده بقى، ايوه كده، ما تفضلش محسسني ان انا قليل. طب ليه صلاح تحديدا موضوع الشماتة ده كتير قوي ضده؟ لأن محمد صلاح مش مجرد لاعب، هو رمز نجاح خرج من قرية بسيطة وبقى نجم عالمي. فالرموز دي بتكشف جوه الناس حاجات هم أصلا مش عايزين يواجهوها. بتفكرهم إنهم ما كانش عندهم نفس الإصرار أو الموهبة، لأن لو هنتكلم على ظروفه، ما هو مش مولود في بقه معلقة ذهب ولا كان متوفر له حاجات كتير مش متوفرة لنا، بالعكس ده ممكن يكون كان أقل منك، ومع ذلك هو وصل وأنا لأ. طب ده بيحسسني إن أنا قليل وإن أنا مقصر. كمان في بحث من فورتنبري ماري بيقول ان الناس ساعات بتكره اللي بيعمل خير او اللي شكله مثالي، مش لانه وحش لكن لانه بيخليهم يحسوا انهم مش كفايه. صلاح في نظر البعض الكمال المتحرك، ناجح، متواضع، عيله كويسه، جمهور عالمي، فطبيعي النفس البشريه تحس بتهديد وجودي قدامه. وغالبا الناس اللي زي كده مش الموضوع مش بيبقى بس مع نجم عالمي وناجح زي محمد صلاح. غالبا لما بيبقى حد قريب منه وشايف ان هو انجح منه، اتجوز قبله، واخد مرتب كبير في شغله، بيبدأ يفكر ويقول طب ليه مش انا؟ واول ما يشوف الشخص ده بيترفد من شغله او بينفصل بيبدأ يحس بارتياح، ان يبدأ الفشل والنقص اللي هو بيحس بيهم يرتاح عندهم. الكلام ده قاسي بس حقيقي. فالموضوع مش ان انت بتكره صلاح، الموضوع انك مش مرتاح مع فكرة ان في حد نجح جدا وانت لسه بتحاول. بس خد بالك، النجاح مش سباق ضد غيرك اصلا. النجاح الحقيقي انك تبقى نسخة احسن من نفسك. وفي النهاية صلاح لو وقع هيقوم، انت اللي هتفضل مكانك. وطبعا لو في بقى مكان الشماتة بتعيش وتتنفس فيه فهو السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر وتيك توك وكل الحاجات دي. في بحث اتنشر في سنة 2020 العلماء كانوا بيدرسوا التعليقات اللي الناس بتسيبها تحت الأخبار والمنشورات، ولقوا إن الشماتة بقت مش بس إحساس داخلي، لا بقت سلوك اجتماعي بقى علني. الناس بتكتب الشماتة بجرأة، مش عشان هم أشرار لكن عشان السوشيال ميديا خلتهم محميين ورا شاشة. يعني في فرق بين إنك تفكر جوه نفسك ها ها يستاهل، وإنك تكتبها فعلا في كومنت وتاخد لايكات عليها. اللايكات بقى هي الوقود بتاع الظاهرة دي، بتحس انها مكافأة، ان انا جامد جدا، بص كمية اللايكس اللي جاية على الشتيمة بتاعتي والشماتة بتاعتي. كل ما الكومنت الشامت تجيب تفاعل العقل بيفهم انها مكافأة، فالمرة الجاية هكتب اكتر. وده اسمه في علم النفس التعزيز السلوكي. وعلى فكرة لو الصفات دي بتنطبق عليك انت ممكن تبقى احسن من كده. واكبر دليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني احنا عايشين اصلا في الدنيا عشان طول الوقت نزكي نفسنا دي ونخليها احسن،
حتى لو حسينا بالغيره وحسينا بالمشاعر دي، نقدر احنا نقومها، ونقدر نطلب من ربنا ان احنا ما نحسش المشاعر دي، ونشتغل على نفسنا عشان نبقى ناس كويسه. مش هفضل قاعد مستني اللي قدامي هو اللي يفشل بدل ما انا مكسل اقوم اشتغل وانجح. ما تستناش صلاح يرجع للارض زيك، حاول انت تطلع للسما لو ده طموحك طبعا.